3 طرق ممكن تكتب بيها على التابلت: بايدك، بقلم بلاستيك تاتش، او بقلم مخصص بيشتغل مع جميع الشاشات بدون شحن. تابلت، ايفون، اندرويد. لكن ايه الفرق بين الثلاثه؟ الايد ممكن تكون سريعه لكنها مش دقيقه، وكمان بتغطي جزء من الشاشه. حلوه في التنقل لكنها مش احسن حاجه في المذاكره. القلم ده خفيف بسيط شغال. طرف المطاطي واسع شويه، فلو بتحل مسائل او بتكتب رموز مش هتعرف تمسك النقطه اللي انت عايزها بدقه، وبيبوظ بسرعه مع كتر الاستخدام، وده طبيعي لان سعره تحت ال10 جنيه، وغالبا الخامات المستخدمه مش احسن حاجه. اما القلم ده معدن بالكامل، مريح جدا في مسكته وما بيتزحلقش، ثابت على الشاشات. وفيه ميزه مهمه انه ماجنتيك من الناحيتين، وده بيخليه يمسك بقوه في التابلت. وكمان الغطا ماجنتيك علشان ما يضيعش. واهم جزء فيه هو القرص الشفاف، والقرص ده ببساطه افضل بكتير من الرابر، وده ل3 اسباب. الاول لانك شايف اللمسه بالظبط، والقرص حجمه صغير فمش بيغطي السطر ولا بيعوق الرؤيه. السبب الثاني سرعه حركه القرص الشفاف على الشاشه، وعشان الفرق يكون واضح اكتر، دي سرعه ايدك، ودي سرعة القلم الرابر، ودي سرعة القلم بتاعنا. واضح جدا الفرق. السبب الثالث انك ممكن تغير القطعة دي بسهولة لو حسيت بمشاكل في الاستخدام. وفي 2 غيار هدية بيجوا مع القلم، وطبعا وفرنا لكم القلم ب3 الوان عشان تناسب كل الاذواق. سيب كومنت باسم المنتج او الكتاب اللي عايزنا نتكلم عنه الفيديو اللي جاي. وما تنساش ان الجديد دايما في عالم الكتاب والتعليم هتلاقيه في مكان له بصمة، مكتبة اسلام، ودول